عارف هو هيرجع لك امتى؟ هيرجع لك لما تبطل تستناه. بالظبط، او بمعنى اصح لما تتخلص من طاقه الانتظار اللي انت فيها، ويكون في معلوماتك طاقه الانتظار من اكتر الطاقات المدمره للانسان على مدى طول حياته. بتخلي مسار الطاقات يتعطل وتلاقي نفسك الحياه واقفه، حتى لو الحياه شغاله من حواليك لا هي واقفه جواك. تمام. ومعلومه برضو يكون يعني من ضمن المعلومات المهمه جدا عن طاقه الانتظار، وهي ان ربما الشخص اصلا يرجع واحنا في طاقه الانتظار، ونفضل وحتى هو معانا في العلاقه حتى لو كل حاجه كويسه نفضل في نفس طاقه الانتظار دي. لان بقى في معلوماتكم، احنا مش منتظرين الشخص كشخص، احنا منتظرين بعض الحاجات اللي احنا عايزينها منه. يعني ربما يكون واحد منتظر اعتذار، ان الشخص يجي يعتذر. منتظرين مثلا ان الشخص يحس بقيمتنا، فلما يجي يحسسنا بقيمتنا، ان هو خسرنا لما مشى. من ضمن الحاجات اللي منتظرينها مثلا منتظرين منه ندم، منتظرين منه مثلا ان هو يسأل عننا بدافع الفضول. فربما الشخص نفسه يجي واحنا عندنا طاقة انتظار، فلما يجي وهو معانا كويس مفيش اي حاجة ورجعنا لبعض، انا لسه منتظر، انا منتظر منه حاجات. فهنا دي الفكرة، عشان نخلص من طاقة الانتظار هو رقم واحد لازم نحط ايدينا على البوينتس او النقاط اللي احنا بسببها قاعدين في طاقة الانتظار. هات ورقة وقلم وكوبايه شاي جميله، وبالفعل اقعد مع نفسك، برمج عقلك الواعي واللاواعي. يعني مثلا قول لنفسك انا منتظره ربما بسبب ايه؟ بسبب ان انا اتسبت، فانا منتظر ان هو يجي ويحسسني ان هو ندمان على الخطوه اللي خدها دي. انا منتظر منه ايه؟ انا منتظر مثلا منه ان هو يرجع يدعمني زي ما كان بيدعمني زمان، كان بيسمعني في وقت ما كانش في حد بيسمعني فيه. فكل بوينت تسجلها بتدل على الحاجه اللي بتخليك منتظر الشخص ده. ابدا حتى لو بنسبه 50% تشبعها انت لوحدك. تمام. يعني انا منتظره بسبب ان هو كان بيسمعني. تمام. لا، فانا اشوف مين من الناس اللي حواليا اللي عنده القابليه ان هو يسمعني، اللي بيحبني اصلا، فاقرب منهم بدافع ان انا عايز اتسمع، عايز اتكلم. فبالتالي انت كده قدرت تشبع 50% بسبب الحاجه اللي انت بسببها قاعد في طاقه الانتظار تجاه الشخص. فبالتالي انت لوحدك مع مرور الوقت هتخرج من طاقه الانتظار دي لما تبدا تشبع بنفسك الاحتياجات النفسيه والعاطفيه اللي بسببها انت لسه في الطاقه دي. وخليني اقول لك على معلومه مهمه، مقياس تخطيك للانسان مترابط تماما بطريقه كده طرديه مع مقياس اشباعك انت للحاجات اللي انت منتظرها منه. فكلما اشبعت حاجات انت كنت منتظرها منه لنفسك وبنفسك ومن المحيط اللي حواليك وبالطاقه اللي ربنا سبحانه مديها لك، كلما ساعدت نفسك انك تتخطى الشخص ده. لو بقيت نفسك ما بقتش مستنيه، ما بقتش منتظره، مبروك ان الاوان، هتلاقي الشخص ده راجع لك تاني في حياتك وهيبعت لك رساله ما تردش عليها.